سلسلة التوقيفات ضد أشباه صناع المحتوى متواصلة، والأمن الوطني بالمرصاد ضد الانحلال الأخلاقي. في غضون أسبوع، مصالح الأمن الوطني أوقفت مجموعة من مروجي الرذيلة. البداية كانت بالشخص المعروف بالاسم المستعار كوكو القرش. تم حجز الهواتف المستخدمة وتقديمه للعدالة، كما أوقفت شرطة وهران المؤثرة السبرانية عاكاف هي الأخرى تم حجز هواتفها وتقديمها للعدالة. فرقة مكافحة الجرائم السبرانية لأمن ولاية عنابة أوقفت المدعوة شيراز وقريبتها داليا ومن معهما بسبب قضية إنتاج مقاطع فيديو مخلة بالحياة. تم تقديم المشتبه فيهن أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة. مصادر دزيرتيوب تؤكد بعد الحملة الكبيرة للمصالح الأمنية والقضائية، أشباه المؤثرات والمؤثرين يقومون بحذف الفيديوهات اللا أخلاقية ويسابقون الزمن لحذفها، لكن بعد فوات الأوان. الجزائريون يشيدون بالمصالح الأمنية والقضائية ويثمنون ما تقوم به من مجهودات لمحاربة الفاسدين والمتسببين في نشر الرذيلة. هذه التوقيفات تؤكد يقظة وعزم مصالح الأمن الوطني على محاربة الانحلال الأخلاقي.